عدنا لحضراتكم مجددا، فأهلا بكم. في الفقرة الأساسية لدينا اشتباك، وفقرة اشتباك في حلقة الليلة مع السياسي والناشط والكاتب الصحفي الأستاذ مجدي حسين. هنقول رئيس التحرير السابق لصحيفة الشعب، من الصحف اللي كانت معروفة، خصوصا الأجيال اللي أقدم شوية تتذكر هذه الصحيفة ومعاركها جيدا. هو الأمين العام السابق لحزب التجمع، لحزب العمل المصري. واحنا كان معانا كده بعض الصور والأشياء الخاصة بالأستاذ مجدي، تجميع بالضبط زي ما حضراتكم شايفين. دي صورة له، ده خطبة في مسجد عمرو بن العاص أو ندوة 50. والده طبعا هو السياسي المرموق المعروف الراحل أحمد حسين مؤسس مصر الفتاة، وعمه هو الأستاذ عادل حسين الكاتب الصحفي المشهور ورئيس التحرير السابق لجريدة الشعب. تخرج في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية في عام 1972، وكان له نشاط بارز في الحركة الطلابية فيما مضى، وقضى 3 سنوات في القوات المسلحة من 72 إلى 75. دخل إلى غمار الحياة السياسية عضوا في مجلس الشعب من سنة 87 إلى 1990. اعتقل في عام 1991 بسبب موقفه السياسي الرافض للعدوان الأمريكي على القطر العراقي الشقيق. ومن هذه اللحظة توالت مشاكسات الأستاذ مجدي مع الأمن ومشاكسات الأمن معه. تعرض لكثير من التحقيقات والمحاكمات بسبب تفجيره ملفات الفساد الخطيرة ما بين سنة 93 و 98، وتعرض للسجن سنة 98 بسبب حملة صحفية على انحرافات وزارة الداخلية، ثم تعرض للسجن مرة أخرى في 99-2000 بسبب حملة جريدته أو صحيفته على السياسات الرديئة لوزارة الزراعة والتطبيع مع الكيان الصهيوني. وخاض معركته الانتخابية من خلف الأسوار حتى وهو محتجز نزيلا سياسيا في السجن. في 11 فبراير 2009 حكمت عليه محكمة عسكرية بالحبس لمدة 2 وتغريمه 5000 جنيه بسبب تسلله في الحدود الفاصلة بين مصر وقطاع غزة، وهو يحاول أن يعبر ليساند الشعب الفلسطيني. مع كل هذا السي في المشرف وهذا التاريخ المشرف، صفته التي نستضيفه بها الليلة أنه رشح نفسه رسميا الآن للرئاسة في مصر. فنحن نخاطب الآن مرشح الرئاسة في مصر. أهلا بك أستاذ مجدي. أهلا وسهلا. وأنرت قناة الرحمة وأنرت برنامج العدسة، وسعداء بأن نلتقي بك. أهلا بك. أستاذ مجدي، طب هنبدأ يعني من آخر ما قلته. لماذا فكر الأستاذ مجدي حسين بعد هذا التاريخ السياسي الحافل أن يرشح نفسه للانتخابات الرئاسية القادمة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أشكر قناة الرحمة على هذه الاستضافة الكريمة وهذه الكرامة. يعني القناة لها مكانة كبيرة في قلبي وقلب المصريين جميعا. الحقيقة يعني دائما أقول عندما أسأل هذا السؤال أنا لم أرشح نفسي، فأنا مع المبدأ الإسلامي فأن طالب الولاية لا يولى، ولكن رشحني آخرون من أصدقاء الحزب، ثم الحزب نفسه اجتمع وقرر لجنته العليا قررت ترشيحي لاعتبارات موضوعية. لم نرى في المرشحين ما يمثل طموحات ثورة، وبالتالي أنا اقتنعت هذه الحيثيات. ولكن بالنسبة لترشيحي أنا انسحبت من المناقشة إطلاقا، وكنت منتظر القرار، والمناقشة استطالت وجرى تصويت سري. بس كان لازم التوضيح. أنا الذي يسعى لأي منصب لا يجب الوثوق فيه إطلاقا. سواء كان رئيس حي أو رئيس جمعية خيرية أو لحد أكبر منصب في البلد، الذي يسعى ويقول أنا أرشح نفسي، هذا أول سبب لرفضه. فأردت التوضيح، لذا لازم التنويه. لماذا؟ يمكن أنا أجبت ضمنيا، يعني بمعنى أن أنا لو وجدت
لأن هذه معركة كبيرة ومهمة. ليست كل البلاد العالم المستقرة يوجد بها انتخابات رئاسة. هذا موضوع تقليدي وروتيني، لكن نحن ننتقل الآن من عهد إلى عهد. نعم. بالتالي من غير المعقول أن نهتم بمجلس الشعب والشورى ولا نهتم بموقع رئاسة الجمهورية. فإذا من الواجب الوطني أن نبحث عن مرشح للرئاسة ندعمه بكل قوة، أو هذا واجبي أنا وواجب حزب العمل. فلم نجد من ندعمه، فكيف نترك هذا الفراغ؟ هذا موقع مهم، وبالتالي الواجب الوطني هو الذي فرض علي هذا أن أقبل بهذا التكليف يعني. نعم. أستاذ مجدي، يعني أنا هعود طبعا للحلبة الأساسية لحوارنا الليلة، أو المضمار الأساسي، وهو انتخابات الرئاسة وماذا في كيسك وجعبتك من مشروع سياسي لمصر. لكن أنا يعني في سؤال لا أستطيع أن أقفز فوقه. الملحوظ من قبل المحللين والمراقبين في الأستاذ مجدي حسين بالذات إنه كل ما يسيب السجن يرجع له تاني. يعني حضرتك فجرت ملفات في منتهى الخطورة، وفي وقت كان للكلمة ثمن خطير. يعني الكلمة كانت تذهب بصاحبها إلى ضبابات المجهول. يعني أنت عارضت النظام في ذروة البطش الأمني. صحيح. وطالك الكثير من هذا البطش الأمني. لكن الشيء اللي أنا استغربت له واستغرب له عدد من المراقبين، إنه لما خرج الأستاذ مجدي إلى عالم الصخب والنور وترك الفترة الاحتجاز والاعتقال، تحدث عن قوات الشرطة بلهجة دمثة ومتصالحة. يعني ما حسيتش إطلاقا في سطورك بأي أحقاد موتورة عن الفترة السابقة. وده يقودني أني أبدأ مع حضرتك بمسألة رأي حضرتك في إصلاح الجهاز الشرطي والأمني. يعني الجهاز الشرطي والأمني وحش قعدنا نكبره لغاية ما ذقنا منه الأمرين، والآن نحن نفكر في إعادة هيكلته. وإحنا يعني يا ريت كده مع أخواننا في الكنترول بعض القصاصات الصحفية الخاصة بإصلاح الوضع الأمني والجهاز الأمني وحل مقر أمن الدولة. إيه رأي حضرتك في هذا الملف؟ نعم. الحقيقة طبعا هذا موضوع بالغ الأهمية، لأن الأمن كان تحول إلى كما تفضلت سيادتك إلى سرطان. يعني أن الحاكم المستبد لا يشغله شيء أهم من الأمن. عندما تكون قوات الأمن على خير ما يرام وبكثافة عددية وبتسليح راقي جدا، وتحول بقى عندنا جيش اسمه الأمن المركزي يتجاوز عدده 1,000,000، والتجنيد بدل ما يكون للقوات المسلحة أصبح للأمن المركزي. فأصبح الموضوع الأمني طاغي على المجتمع جدا في ظل دولة بوليسية استبدادية يحكمها فرد لا يهمه كل شيء قابل للتأجيل، كل شيء قابل للإهمال إلا الأمن. فطبعا الأمن أصبح كل شيء يرد إلى الأمن. التعليم، الأمن يحدد من الذي يكون أستاذ ومن الذي يكون مدرس. يعني تدخلوا في كل شيء في المجتمع، وأصبح حتى في توزيع الشقق. لما حصلت مشكلة الانهيار الزلزال فين الزلزال مش الزلزال انهيار الصخرة المقطم رحت اشوف مشاكل الناس والمظاهرات اللي هناك عشان احاول احل. فلقيت الشرطه يقول لي انت مالك؟ ضباط الشرطه طردوني من هناك. عميد عظيم يعني قال لي امشي من هنا وبتاع، لان انا اللي بوزع الشقق. قلت له انت مالك انت توزع الشقق؟ مش فاهمك انت دورك تحفظ الامن بس. قال لي لا احنا اللي بنوزع الشقق يا سيدي. يعني من اول توزيع الشقق للمعيد، مين يكون معيد، من يكون الاستاذ، من يكون مدرس، من الذي يتحول من اداري الى مدرس او العكس، الطالب، اتحادات الطلبه، يعني كل صغيره وكبيره. فاصبح هو الحزب الحاكم حقيقه. اضرب لك قصه طريفه جدا. مره لما السودان اتضربت بغاره امريكيه، لقينا النظام مبارك بيهاجم الحكايه دي، فقلنا ما نعمل مؤتمر قومي معاهم وندين الاعتداء على السودان. انا لسه في موضوع الامن ما بعدتش عنه. فاتصلت بالاستاذ كمال الشاذلي رحمه الله عليه، ما لقيتوش. ودي حاجه عمري ما عملتها، ده بتكليف من الاستاذ ابراهيم شكري رئيس الحزب الله رحمه الله عليه. فما لقيتوش. فكلمت مصطفى الفقي، دول اللي انا اعرفه. دكتور مصطفى الفقي، عارف الدكتور مصطفى الفقي قال لي ايه اللي هو مرشح دلوقتي؟ قال لي فكره ما قاليش فكره كويسه. قال لي بقول لك ايه يا استاذ فلان، ما تتصل بالامن. فيعني تصور لما تتصل بالحزب الوطني، تتصل برئيس العلاقات الخارجيه علشان نعمل مؤتمر عشان السودان، يقول لك اتصل بالامن. فانا عايز اقول لك الامن من اول اتحاد الطلبه. فمن هنا حصل توحش
للامن مع استمرار حاله الطوارئ، فبالتالي حقوق الانسان اصبحت في الحضيض. لانه بقى مفهوم الطوارئ، ولو ان الطوارئ ما فيهوش تعذيب، ما فيهوش كهرباء، ما فيهوش تعليق رجلين، ما فيهوش رهائن، ما فيش الام تتمسك والاخت تتمسك في قضيه جنائيه او سياسيه. بمنتهى الوضوح، وحضرتك بتفتح لنا قلبك، حضرتك تعرضت لبعض هذه الاشياء؟ لا، وانا كنت سكت لو حصل لي. انا فكرت فيها. طب ماذا لو تعرضت في شرفي هعمل ايه؟ ما كانش في قدامي غير السلاح. والله العظيم لو كانوا تعرضوا لشرفي واعتدوا عليا بشرفي عليا وعلى اسرتي، ما كانش في قدامي ان انا هروح اجيب متريليوز وافرغه في اللي عمل فيا كده. وساعتها بقى الراجل يقول عليه ارهابي، وهقتل من فعل هذا. انا فكرت فيها، قلت طب ماذا لو فعلوا عملوا حاجه في اسرتي او عملوا فيا؟ ففي ناس انتهكوا عرضهم، رجال، في رجال انتهك عرضهم وانا معروفين بالاسم، انتهك عرضهم، وصل لهذا. شوف وصلونا لايه؟ انا اللي حماني ربنا سبحانه وتعالى، لان انا كنت بدافع عن الضعفاء، فربنا ما حطنيش في ده. دافعت عن اللي اصيبوا بالسرطان، فربنا ما جابليش سرطان، فده من عند الله سبحانه وتعالى. فالذي حماني هو الله سبحانه وتعالى. لكن انا كنت معرض، كنت انتظر كل شيء. السجن كان اسهل شيء. السجن بالنسبه لي كان نزهه، يعني استراحه محارب، وفرصه للقراءه والكتابه، وفرصه للقراءه والكتابه والعباده، وحفظ بعض اجزاء القران الكريم او توسيع مستوى حفظي للقران الكريم، وتعميق تفسير القرآن وفهم ليه وهكذا. لكن أنا كنت أخشى من، أو الذي كان ممكن أن أخشى منه ولكني الحمد لله لم أخضع له، هي تصفيات جسدية، اعتداءات جسدية. حصل طبعا أنا اعتدي عليا، ولكن في الشوارع هذا أسهل من التعذيب. هي ضربة وبتخلص. لكن التعذيب في ناس بتقعد بالأسبوعين والثلاثة تكهرب، والشهر والشهرين. أنا قابلت ناس تتكهرب يوم، أقول له ليه يا عم أنت مش اعترفت؟ ليه قاعد يواصل؟ يقول لي اصل لما بيحصل تضارب اثناء التحقيق يعذبنا تاني كلنا. يقول لك لا انتوا لسه مخبيين حاجه. فيقعد الناس تتكهرب شهر واثنين وثلاثه. يعني البشر كانوا يطحنوا بكل الوسائل. فمن هنا يعني هذا الذي كان يحدث في مصر، يعني وطبعا بيحصل في بلاد كتير، مش هقول مصر تحتكره او نظام مبارك يحتكره. احنا لينا اللي شفناه، ان احنا شفنا ابشع نظام في تاريخ مصر من حيث انتهاك حقوق الانسان. ومع هذا انت كنت بتقول حضرتك ان انا بتكلم عن